السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعال نسمو الله كده ونفرز مع بعض التوم التحفة دوت. يفضل معاكي من السنة للسنة وبالسنتين نفس اللون كده وريحة التوم فيه أكنك لسه جايباه دلوقتي وفرماه وبتقلبيه، يعني بتطشيلي الملوخية بتطشيل أي حاجة. ودي الخلطة ديت هنعملوها من عروق التوم، تحفة جدا جدا يا بنات. هتعجبكم قوي وطعمها بجد تحفة، والله والله. ولادي كانوا بياكلوا منها كده يعني، وانا بعد ما فرمتها كده بياكلوا منها بالمعلقة من كتر جمالها وطعمها الحلو جدا جدا. هتنفعكوا قوي في حشوات كتير جدا جدا. التوم بقى على حسب ما انتي عايزة الكمية تجيبيها قد ايه. تجيبي كيلو، من كيلو ل100 كيلو هتعملوهم بنفس الطريقة وهيطلع معاكي تحفة جدا جدا. تمام. انا جبت كده التوم، وبصوا انا جايبه دولت كده حوالي 4 كيلو وربع. فانا مش عايزه توم يعني ايه كتير، انا بجيب على قد تخزين السنه بتاعي وما شاء الله بيكفيني. السنة اللي فاتت جبت 5 كيلو وما شاء الله كفى وزاد معايا، لسه عندي كيس هوريهولكوا دلوقتي لونه عامل ازاي. والله العظيم بجد بجد تحفة. لونه اكنك لسه دلوقتي مفرزاه. بشيل الطبقة الخارجية زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي اللي بصوا الورقة دي بس كده فقط لا غير. وبطلع كده ايه التوم، وبطلع كده العروق بتاعته اللي جوه اللي هي الطرية الحلوة. التوم لما يكون طري بتعرفي تفرزيه وبتعرفي تاخدي عروقه إيه تعمليها، وبتعمليها بقى اللي هي بالخلطة بالفلفل كده بتطلع حلوة جدا. تمام. والورق ده كمان ممكن تاخديه تنشفيه وتفرميه يبقى توم بودر. ده لو انتي حابة مثلا تعملي كده بيطلع برضو حلو جدا جدا وريحته بتبقى فظيعة. تمام. هقشر كده التوم لوحده والعروق لوحدها كده ونخلص كده الكمية بتاعة التوم. هي مش كتير اصلا ومش هتاخد معايا وقت يعني، وانا واقفة كده بسرعة كده ايه هقشر التوم. التوم معايا زي ما انتم شايفين طري مش ناشف. واشيل كده بس ايه الطبقة اللي هي فوق بتاعة الراس ديت والطبقة اللي هي قشرة او اتنين من على من بره كده. وبعد كده باخد القلب زي ما انتم شايفين كده بشيله، وباخد العروق برضو بشيلها. طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت اصلا، وعايزة اقولك هتوفر عليكي وقت كتير جدا جدا في تفريز الثوم، غير لما تجيبيه وتخزنيه. في ناس بتحب تخزنه متعلق كده، ما بتحبوش يعني ايه مفروم. دي حاجة ترجع لك حاجة براحتك يعني، بس لو تفرمي افرمي الابيض يعني. هو اصلا يعني طعمه حلو جدا وفي نفس الوقت يعني ارخص. هو الكيلو ب20 جنيه، اللي هو الأحمر ب40 جنيه، والصغير بتاعه ب25 جنيه، اللي هو التومة الحمراء الرفيعة ب25. فمش رخيص، لكن الأبيض ده 15 20 كده يعني. كده خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين اهيت، وجبت الكبة بتاعتي هحط فيها كمية التوم كلها. ما شاء الله بتاخد معايا يعني كمية. يعني انا هفرم التوم ده على مرتين، مرة اللي هو التوم الاساسا كده الروس، ومرة اللي هي العروق. اهو هو انا قطعته كده الواحدة على اتنين، وممكن ما تقطعيش الواحدة على اتنين يعني عادي. بس ايه انا قطعتهم عشان يبقى سريع معايا في الضرب. يعني هي المفرمة بتفرم عادي، ممكن الراس بتاعها بحالها يعني ما يجراش اي حاجة. هنشوف بقى المكونات بتاعتنا اللي بنحطها للثوم ويطلع معانا تحفة جدا، ولونه بيفضل معانا من السنة للسنة. حط كده معلقة يعني بصوا الملح دوت. ممكن على ال4 كيلو دولت تحطوا مثلا على كل كيلو معلقة من الملح أو معلقتين، بس مش أكتر من كده. فأنا حطيت على كل كيلو ما يعادل معلقة، وحطيت كده على كل كيلو برضو ما يعادل معلقة من الخل مليانة. وممكن تحطي معلقتين من الخل برضو، مش هيضر معلقة أو معلقتين، مش هيضر، ولكن هيديكي لون يحتفظ معاكي اللون الفاتح ده لحد آخر السنة. وهقول لكم برضو على مكون تاني هتحطيه مع التوم، يحطيه في الفريزر لو حطيتي جنبه ايه باللذي مش هيلقط منه ريحة ابدا. كده فرمت اهوت التوم. هوريك كده شكل التوم والفرم بتاعه، وما فيهوش اي تكتلات ولا في اي مثلا عروق ولا في اي حاجة. اهو بصوا بسم الله. بصوا تحفة ازاي طالع ما شاء الله اكنه مرصوص رص.
تمام. هجيب بقى ايه الاكياس واعبي فيها. انا مش بعبي بصراحة في برطمانات، انا بحطه في الاكياس كده، وبحطه في علبة في التلاجة، في الفريزر يعني، مش في التلاجة، في الفريزر. وبحط معاه مكون كده او حاجة اضافية بتخليه ما يطلعش منه ريحة تماما، ولكن بيحتفظ في بريحته وهو جوه الكيس، ما بيطلعهاش او ما بتروحش منه. تمام كده. وال4 كيلو دولت هيطلعوا معانا 3 اكياس حلوين جدا، يعني ما شاء الله بيبقوا فيهم البركة يعني، الحمد لله. بسم الله. كده تمام معايا بقى. بصوا انا بجيبه كده، وببدأ ان انا ايه امسكه من الحرف كده، وابدأ ابطط كده الكيس بحيث ان انا افرده فيه، واديه سمك حلو، يعني السمك بتاعه بتاع الكيس كده زي سنتي مثلا. تمام. وبيبقى معايا ما شاء الله كيس مليان وحلو جدا جدا. باجي اخد بقى اقطع كده قطعة كده منه، اكني مكعب كده يعني، وبيطلع حلو جدا معايا ومظبوط اهو. بصوا تحفة ازاي، هو لونه ابيض، ابيض كده حلو يعني يفتح النفس. تمام. هخلص دي اخر كيس كده في التوم. يبقى كده عملت ال3 اكياس، وهنشوف بقى نعمل العروق ورا التوم على طول. اهو بصوا لونه. هنا الكبة بقى ايه باقي فيها كده يعني حاجات بسيطة مكان التوم، اسيبها بقى، مش هشيلهم ولا حاجة. واحط كده السكاكين بتاعة المفرمة الكبة، واحط بقى العروق. بص العروق بتفرمها وهي سليمة عادي خالص. تمام. بس انا هقطع كده ايه كام عرق عشان اعرف انزل احط الغطا بتاع الكبة، لاني مش هعرف احطه بالطريقة دي، فلازم اخد كام واحدة كده ايه واقطعهم كده بالسكينة. اواني التوم دلوقتي يا بنات الحقوه وفرزوا، بدل ما هيغلى، هو مش هيرخص عن كده، بس ايه ممكن هيغلى عن كده ومش هتعرفي تجيبيه. والحاجة لما بتغلى بصراحة بتخلي الواحد ما بيعرفش بقى يجيب الكمية اللي هو محتاجها يعني. كده حد بس للعروق دي فارمة كده اهي، تنعم معايا بالطريقة دي. بصوا شكلها ما عادش فيها بقى عروق خالص. الفلفل دوت متوفر في السوق، اللي هو الفلفل البلدي الأحمر، جميل جدا جدا، في الحامي وفي البارد. فانا بجيب اللي هو بصراحة اللي هو البارد مش الحامي، وعشان احنا مش بنحب الحامي. وممكن احط مثلا قرن ولا حاجة حامي، بيدي طعم شوية ولكن ما بيديش الحرقية اللي هي بالك فيها يعني. فانا جبت بقى إيه يعني انت تجيبي كيلو، انا جبت بصراحة يعني اقل من نص كيلو شوية. تمام. فهما اتقطعتهم بالطريقة ديت وحطيتهم، هحط عليهم بقى ايه يعني هعمل خلطة حلوة. هحط الملح بتاعي اللي هو مثلا ايه، هتحطي مثلا يعني حوالي معلقتين ملح، وهحط مثلا معلقة كمون، يعني ده كمون كده، هحط ما يعادل من المعلقة الصغيرة ديت ما يعادل معلقة كبيرة مثلا، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. تمام. وهحط كده ايه ما يعادل معلقتين كده من الخل. هيطلع معانا شوية خلطة تحفة. ودي الكزبرة، يبقى أنا حطيت ملح وكمون وكزبرة وخل. عايزة أقول لكم هتطلع معاكي أحلى خلطة بجد، هتطلع تحفة. تنفع للسمك، وتنفع للبتنجان بابا غنوج، وتنفع للبتنجان المقلي، وتنفع للفلفل المقلي، تنفع بصوا في أي حاجة. ممكن تحط منها معلقة على الأكل، يعني حلوة حلوة جدا جدا. يعني بصراحة انا بحبها جدا، طعمها حلو جدا. ويعني عايزه اقول لكم ولادي والله كانوا بياكلوها ورايا كده بالمعلقه كده ايه، من حلاوه طعمها. بصوا فرمها عامل ازاي، ولا العروق باينه ولا اي حاجه، وريحه التوم فيها فظيعه. تمام. يعني عايزه تنعمي شويه عن كده اضربيها كمان ضربتين. عايزاها كده حلوه تمام استكفي بكده، يعني هي في الحالتين تحفه جدا جدا. بصوا اهي، بجد ما ترموش العروق بتاعه التوم واعملوا بيها الخلطه الفظيعه دي.
عندي برطمانات، انا عندي برطمانات بصراحة، مش بشتري برطمانات مخصوص. لو برطمان مثلا مربى بغسله وانشفه كويس. برطمان، اي برطمانات عندي المهم تكون ازاز، يعني بصراحة بحب الازاز اكتر كمان، ولكن لو بلاستيك برضو بحط، مش بقول حاجة. تمام. فهحط كده هعبي فيها. وعاوزه اقول لكم الثلاث برطمانات كانوا مكبوسين، يعني مش كانوا مثلا فيهم شويه وشويه، يعني يعني بحط كده على الهامش، لا والله كبساهم. خلطه طعمها وريحتها فظيعه، هتجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بصوا كمان لونها اهي. هحط بقى بقيه المكونات ونشوف مع بعض. هنا بقى التوم بتاعنا، وهنا البرطمانات بتاعت الخلطة اللي احنا عملناها التحفة دي. تحشي بقى طماطم مخللة، تحطي على مخلل، تحطي على بتنجان مخلل، تحط كل الحاجات. يا رب الفيديو يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه وتجربوه ان شاء الله، وتطلع معاكم الحاجة تحفة. 3 اكياس كده من التوم بجد حلوين جدا. وهوريكم دلوقتي برضو الكيس اللي هو كان عندي لسه باقي من السنة اللي فاتت، وهستخدمه طبعا. هبدأ بيه الأول. بتجيبي طبعا علبة، بتجيبي بولة، بتجيبي أي حاجة عندك ينفع تحطها في الفريزر. وبطبق الأكياس زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. وبحط مكعب كده من الفحم، بحطه كده مع التوم. ما بيضرش التوم في حاجة، ولكن ما بيخليش التوم يبقى ريحته مالية الفريزر وكل حاجة تلقط منه. ودوت اللي هو الكيس اللي هو من السنة اللي فاتت. يا رب الفيديو يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله. استنوني فيديو جديد. مع السلامة.